اليوم جبت لكم ملخص الحلقة رقم 7 من مسلسل أنت من أحببت، واللي ما شافش الأجزاء اللي فاتت غادي يلقاهم في التعليق المثبت. صليوا على النبي وهيا نبداو الحلقة. كنرجعوا مرة أخرى باش نكملوا أحداث المسلسل ديالنا اللي تسالات الحلقة اللي فاتت بالحادثة ديال بورتشين ودجلة اللي كانت بسبب فرمان. كنشوفوا أرغان هو جالس في الأرض ومعنق دجلة وكيحاول يفيقها، وفي نفس الوقت كتكون بورتشين داخل الطوموبيل كتنازع، وكيحاول أرغان بكل الطرق يفيق دجلة حتى أخيرا كتفيق. ولكن في الجهة الأخرى بورتشين يحسرها كتغيب عن الوعي، وأرغان ما حاسش بيها. أما فرمان فحتى هو كيفيق، كيخرج من الطوموبيل وكيتقلق من راسو ملي كيشوف دجلة في هاد الحالة. ولكن ماشي حيت حاف على اختو، لا، هو تضايق غير حيت إلا طراق ليها شي حاجة غادي تجيب ليه المصيبة. المهم غير كتفيق دجلة، أرغان كيطلقها وكينوض باش يضرب فرمان، ولكن فرمان كيهز عليه السلاح. وقبل ما أرغان يقرب منه أو يتهور، دجلة كتغوت بسمية بورتشين، فكيرجع ليها أرغان جري وكيخرج بورتشين اللي كتكون غايبة عن الوعي وكيحاول يفيقها. وملي كتفيق بورتشين كتقول ليه عارفة أنك عمرك ما حبيتيني، ولكن أنا حبيتك، وكتعاود هاد الجملة أكثر من مرة، وكتقول ليه عمرك تنساني، ودغيا كتسخف. دجلة خافت عليها بزاف وبقات كتبكي وهي منهارة، وكتقول باللي هادشي كامل اللي وقع ليها بسببها. أما أرغان فكيحاول يهدن دجلة ويفيق بورتشين في نفس الوقت، وكيقول دجلة باللي الإسعاف جاية في الطريق. وفعلا من بعد شوية كتوصل الإسعاف وكتنقلهم. وفي هاد اللحظة طاهر كان سايق طوموبيلته ووصلوه تصاوير ديال مو إنجي مع فكرة، ففقد أعصابه وحس بالدنيا كتدور بها. وقبل ما يدير حادثة وقف في نص الطريق ونزل من الطوموبيل، وهنا هاجموه الناس حيت واقف في الزنقة. وقبل ما شي حد يقرب منه جاتو نوبة قلبية وطاح في الأرض وكله كيتزير. طلبوا ليه الإسعاف، ولكن قبل ما توصل كان فاق وقال لهم باللي راه مزيان وما محتاجش الإسعاف، ورجع ركب طوموبيلته. وملي شي حد قال ليه نعيطوا لشي حد من عائلتك غوت على كل شي وقال لهم باللي ما عندوش العائلة. أما جيفان فكان شاد في الدري الصغير ديال آيلين وكيحاول يسكتو. وأخيرا الدري بدا كيبكي وفرحت نيلوفار بزاف، وحتى آيلين اللي شكرتها حيت عاونتها تولد في هاد الوقت. ووصلت الإسعاف باش تنقل آيلين للسبيطار، ومباشرة كنمشيو لدار أرغان فين خبار الحادثة ديال بورتشين وصلت كي الصاروخ. وعائلة أرغان قرروا يمشيو عند بورتشين دغيا باش يطمنوا عليها. وغير وصلوا سولوا أرغان على شنو وقع، وقبل ما ينطق أرغان بحتى كلمة دخلت دجلة وقالت ليهم باللي بورتشين هي اللي كانت صايقة وكتحاول تعتقها حيت خوها فرمان كان تابعها. وعلى هاد القبل زادت في السرعة بزاف وداروا حادثة. فتعصبت فاتوش بورتشين بزاف وشدت في دجلة وقالت ليها هادشي كامل اللي وقع لبنتي بسبابك انتي هي السبب في هاد الخراب ولازم تمشي من هنا. وطبعا إنجي كملت عليها وعاودت نفس الهضرة، وقالت الأرغان باللي دجلة هي النحس اللي طاح عليهم، ومن نهار دخلت لدارهم وتا حاجة ما غادية مزيان. فبعدهم أرغان على دجلة وقال لهم باللي ما عندها حتى ذنب، وهذا مكتوب على بورتشين. وطلب من قدير يدي دجلة باش تداوي ليها جروحها، وفعلا خداها قدير، وبدل ما هي تداوي جروحها بقات كتطمن على قدير اللي مازال الجرح ديال الرصاصة مأثر فيه. وكيحاول قدير يصبرها وقال لها باللي هادشي اللي وقع لبورتشين مكتوب وما عندها علاقة بها. ولكن دجلة بقات حاسة بالذنب وقالت لقدير باللي بغات تطلق من أرغان وتبعد باش حتى حد ما يتأذى بسببها. وفي هاد الوقت وصل فرمان للقصر وهضر مع جيفان باش يتخبى عنده. وطبعا جيفان حيت كيخاف من خوه نعت ليه كيفاش يدخل للقصر، وفعلا دخل فرمان للقصر. ومن بعد كنرجعوا لنيلوفار اللي شد فيها راجل آيلين وبدا كيغوت عليها حيت بغات تقتل ولده في نظره، وحيت نزل مريض بسببها. وحاولت نيلوفار تشرح له شنو وقع، ولكن ما سمعش ليها وبدا كيغوت عليها وقال ليها باللي آيلين تعذبات بسببها. جاوباتو نيلوفار لا بسببك انت، حيت شكيتي باللي بيناتنا علاقة وانا نفيت حيت الشي. وهو يتعصب وبغى يصرفقها، فرد ليه البال جيفان ودخل وبعاد راجل آيلين، وقال ليه باللي ملي غادي يعرف شنو دارت نيلوفار غادي يجي يشكرها. وكانوا شي ناس كيصوروا هاد الصداع وكنظن غادي تفضح الدنيا. المهم جيفان خدا نيلوفار ومشاو، وفي هاد الوقت كانت دجلة كتدعي لبورتشين وتمنات ليها الشفاء، وتفكرات النهار اللي خسرات فيه اختها وهي صغيرة، ودعات باش مو بورتشين ما تحسش بهاد الإحساس، وتمنات الأركان يعيش حياة سعيدة مع بورتشين. هاد الكلام سمعوا أركان اللي كان كيتصنت ورا الباب.
ومن بعد خرجات دجلة باش تطمئن على بورتشين، وقال ليها باللي دارت العملية وراها بخير، وسولته واش ميعاد الطلاق ديالهم تحدد، وقال ليها الأسبوع الماجي. قالت الحمد لله باش تسالي هاد المشاكل كلها. وهنا وصل طاهر للسبيطار، فهربات منه إنجي وقالت ليه تال إمتى غادي تبقى مستهتر؟ بورتشين بين الحياة والموت وحنا كنعيطوا ليك وما كتجاوبش. فصدمها بسؤال شكون هو باباك؟ قالت ليه واش حماقيتي؟ جاوبها انتي كنتي في علاقة مع فكرة. تصدمات كتر وقالت ليه واش فكرة هو اللي قال لك هادشي؟ وقبل ما يكملوا هضرتهم جاء أسعد وبدا كيغوت عليه على قبل هاد التهور. قال ليه طاهر ما عندكش الحق تهضر معايا اصلا اسعد، داير فيها بابا. وقبل ما يخسر الهضره بعداتو انجي وقالت ليه معليش طاهر جاتو نوبه وعلى قبل هادشي تعطل. وهنا جاتني لوفار على صوتهم ودخلات باش تفك النزاع، فغلط فيها طاهر بحال جاي يبرد فيهم الغدايد كاملين. لاحظات انجي الدم على يد نيلوفار وقالت ليها باللي راها عاونات ايلين في الولاده. قال ليها طاهر مزيان ولدتي صاحبتك ولا عندها دري وانتي مازال عاقر. تجرحات من كلامه وقلبها تهرس حيت خوها كيعايرها، ولكن دغيا تفرقعات قنبلات الموسم ملي سمعوا الاخبار اللي كتقول باللي الصداع ديال نيلوفار مع راجل ايلين وصل للصحافه، واللي كيقولوا باللي نيلوفار كتخون صاحبتها مع راجلها. غوت عليها اسعد وقال ليها فضحتينا، لا عرفتي تكوني زوجه مزيانه لا بنت لا حتى وفي الاخير فضحتينا في الجرائد. هاد الكلام ضرها بزاف ونهارات من قساوه باها واللي ما بعدوا منها غير اركان. اما دجله فخرجت تجلس برا وتبعها جيفان وعيط عليها، وهي غير سمعات صوته هربات من الرعب وتبعها وعنقها وهو خايف عليها. ولكن جاء اركان وبعدو وهددو وقال ليه بزاز منك غادي تعاوننا باش نسلمو فرمان، حيت دجله غادي تدعيه والا غادي تحبس معاه. هز راسو جيفان وشاف دجله، وفعلا مشات دجله دارت شكايه بفرمان ودخل معاها اركان. اما جيفان فتسناهم برا. سولها الشرطي على شنو وقع وعلى بورتشين وقال ليه باللي راها في الانعاش بسبب الحادثه وباللي حتى هي تأدات، واكدات باللي فرمان هو اللي دار فيهم هاد الشي. سولها الشرطي واش كاينه شي حاجه اخرى بغات تزيد؟ قالت ليه ايه ولكن بغيت شرطيه. صيفط ليها شرطيه وطلبات من اركان يدور راسو للجهه الاخرى، وناضت ورات للشرطيه شي ندبه في كرشها وقالت ليها باللي هاد الندبه من فرمان وهو السبب في موت اختهم وهما صغار، وكان ديما كيضربهم ويعذبهم بهاد الشكل، وهي ما نادماش على هاد الشكايه. اركان شاف الندبه في المرايه وتاثر بزاف بهاد المعاناه. اما طاهر فهضر مع فرمان وقال ليه باللي دجله دارت به شكايه، وفرمان كان جاءت في المخزن ديال قصر اركان وتعصب بزاف ملي سمع هاد الشي وتحلف لدجله. نرجعوا لدجله اللي غير عرفات باللي بورتشين نقلوها لبيت عادي، مشات تطمئن عليها وفرحات ملي لقاتها فايقه. كانت غادي تمشي تطمئن على اركان ولكن بورتشين منعاتها وسولاتها واش شكلها زوين. قالت ليها دجله كي القمر. طلبات منها مرايه باش تتاكد، وملي تأكدات كانت بغات تخبي الجرح اللي في وجهها باش يشوفها أركان زوينة، ولكن بدلات رأيها وبينات كل شي باش يحس أركان بالذنب. هنا كل شي طمأن على بورتشين، وفي هاد اللحظة فاتوش غير شافت دجلة شدات فيها وحاولات بورتشين تهدنها، ولكن بدات كتغوت على كل شي حتى جرات على إنجي وأسعد برا. غوتات عليها بورتشين في سكتات باش ما تقلقش بنتها. قالت لهم دجلة باللي غادي تطلق الأسبوع الماجي وتباعد، وقالت لهم باللي أركان من بعد غادي تزوج بورتشين. أكد أركان على كلامها وهو مقنوط، أما بورتشين فنسات العيا وطارت بالفرحة، وجلس أركان حداها باش يطمئن عليها، وهي بدات كتلصق فيه قدام دجلة اللي تضايقات وخرجات. تبعتها نيلوفير وقالت لها باللي هي بنت مزيانة وتستاهل كل خير، واعتذرات منها على أسلوبها معها. من بعد مشات دجلة تهضر مع قدير وقالت ليه باللي بغات تبعد عن أركان وما غادياش تلقى أحسن من الدار فين تعيش، حيت تما تقدر تقرأ وهذا هو حلمها. قال ليها قدير باللي غادي يوصلها، وفعلا مشاو ولقاو الدار مسدودة وكان واحد الراجل واقف حدا الباب كيغوت بجهدو وبغى مرتو، ولكن السيكوريتي ما بغاش يدخلو. تما دابز مع قدير
حاولت دجلة تمنع قدير وقالت ليه مالنا علاقة، خلينا في حالنا. ولكن الراجل شد في دجلة وهز عليها السلاح وهدد قدير باللي غادي يصفيها ليها إلا ما بانتش مرته. في هذا الوقت جات المسؤولة ديال الدار وشافت شنو واقع وحاولت تهدنو، ولكن والو. الراجل قال لهم يا تجيبوا مرتي يا نقتل هاد السنيور. خرجات مرتو حيت خافت على دجلة وقالت لفريدة باللي راجلها كيبغيها وكان كيضربها غير من حبو ليها وداك الهضره الخاويه. قالت ليها فريدة دمك مازال ما نشفش يا هاد المراه، ولكن مادام بغيتي تمشي للنار برجليك فمع السلامه. خلاتها تمشي مع راجلها اللي طلق دجلة دغيا وهي جرات عنقات قدير. الراجل خدا مرتو ومشى، ولكن فريدة عطاتو واحد الضربة لرجلو طيحاتو وبدات كتكرفس عليه بالضرب وقالت ليه هذه هي اخرة اللي كيتقوى على مرأة. وما بعدو منه غير قدير اللي قال لها بركة غادي يموت لك في يدك. بعداتو حتى هو وغوتات عليه. المهم دجلة قالت لقدير باللي غادي تعيش هنا. من بعد كنمشيو للحبس وكنشوفو طاهر غادي عند فكرة وسولو على اسباب العداوة اللي بينه وبين اسعد. قال ليه فكرة هذه حاجة بيني وبينه. قال ليه طاهر باللي غادي يعرف كل شي براسو وباللي كيكره اسعد ومشى. ولكن حيت هو منحوس شافو المحامي ديال باه وعيط لاسعد وقال ليه شنو شاف. كنرجعوا لدجلة اللي دخلات تهضر مع فريدة وعاودت ليها على فرمان وقالت ليها باللي بغات تعيش هنا وسولاتها واش تقدر تحميها. طمناتها فريدة وقالت ليها باللي عندها شحال من بلاصة تقدر تخبيها فيها. وفي الزنقة كان قدير كيعاون العيالات في النجارة. فخرجات ليه فريدة وجرات عليه وقالت ليه ما بغيتش نشوف وجهك هنا حتى تجيب لي حسن السيرة ديالك. قال ليها واخا ومشى. قالت ليها دجلة راه قدير مزيان. قالت ليها سكتي فسكتات. اما تيغات انجي فمشات تهضر مع بورتشين وقالت ليها تحضي راسها من دجلة حيت اركان طاح في حبها. قالت ليها غادي نجي نعيش معاكم باش نكون قريبه من اركان. ناضت انجي عنقاتها وقالت ليها تنوري الدار يا مرت ولدي. اما ولدها المقنوط مشى عند دجلة وكيشوف فيها وهي كتقرا وكان فرحان. الصراحه ما عرفت علاش كيعد براسو وهو كيبغيها، كان عليه يبقى معاها ويهنينا. المهم شافتو سيلين وقالت ليه ايوا السي العاشق شنو كدير هنا. قال ليها باللي جاي يطمئن على دجلة وقال ليها غادي يصيفطها للنكليز. قالت ليه باللي هذه احسن حاجه يدير وما خاصش دجله تبقى هنا حيت هاد الدار ديال مو. وقبل ما يكملوا قالت ليه باللي عندها درس خاص تساليه ومشات. هو رجع كيتصنت مره اخرى ولكن فريده خرجات وعطاتو واحد الشوفه قاصحه ومشات. دخل هو عند دجله وكيهضر معاها بلطف بحال الا ما غاديش يطلقها من بعد سيمانه. هي غير عرفات باللي الانجليز بعيده على تركيا. قالت ليه سافر ليها غير انت ومشات. تبعها وبدا كيحاول يقنعها ولكن بقات صامده. خدا طوموبيلتو وداها للدار. ملي وصلوا قالت ليه اسمح لي يا سيد الناس غادي نمشي نشوف الخروف ديالي. دخلات على الخروف عنقاتو وبدات كتبوس فيه وتعاود ليه شنو وقع بحال الا هو الطبيب النفسي ديالها. هضرات لي على الدار وباللي فيها جردة كبيرة وتما غادي تكون مرتاحة. وفي هاد اللحظة جا عندها فرمان وقال ليها حسب ليك غادي تقدري تبعدي عليا. خافت ودخلات الخروف لداخل باش تخبيها وسولت فرمان كيفاش وصل لهنا. دخل فرمان تبع الخروف وهزو وهددها باللي إلا ما جابت ليه الفلوس والمكانات الغالية ديال الأركان في الليل قدام القصر غادي يقتل الخروف. خافت دجلة وقالت ليه ما يخافش غادي تجيب ليه اللي بغى. مشات فعلا لبيت أركان وخدات الفلوس من البوسطام ديالو وهي مترددة وخدات حتى واحد المكانة وتفكرات كلام إنجي ملي تهمتها بالشفرة وأركان داخل عليها. بقات كتبكي ودخل عليها أركان حاول يهدنها وعنقها وسولها شنو وقع. قالت ليه انا ماشي شفاره والله ما شفاره كان غادي يقتل ليها الخروف. قال ليها شكون وعاودت ليه كل شيء وهو طمأنها. اما طاهر فكان جالس حدا البيسين وكيلوح الوراق ديال الشركه بعد ما اسعد شد ليه المكتب. قربت منه انجي وبغات تفهمو باللي هي بعدات على فكره هادي شحال وباللي هو ولد اسعد. هاد الهضره كلها سمعها فرمان اللي كان كيتجسس عليهم. قال طاهر باللي غادي يعرف راسو ولد شكون. حاولت معاه ولكن طاهر جبد ليها التصويره ديالها مع فكره فتصدمات. قال ليها باللي كتكذب عليه وإلا ما قالت ليه الحقيقه غادي تندم ومشى وخلاها. اما فرمان فخرج برا كيتسنى دجله تجيب ليه الفلوس وجبد السلاح وقال الا ما جابتش كفايه غادي يقتلها. في هذا الوقت جات البوليس وحاصروه من كل جهه وملي بغى يدخل القصر شدوا أركان وسلموا للبوليس. تفكات منه دجله وتاني يوم كانت فرحانه بزاف وكتخيط واحد الجاكيت ديال الصوف وهي كدندن.
دخل عليها أركان ولاحظ باللي راها مزيانة، وقالت ليه باللي حيت فرمان بعيد غادي تكون بخير. ومن بعد هضروا على الطلاق، وقالت ليه باللي خاصها تجمع حوايجها. هضر معاها مرة أخرى على السفر للإنجليز، ولكن قالت ليه باللي بغات تبقى هنا في الدار مع فريدة. دخلت عليهم بورتشين وإنجي، وقالت لي أركان باللي بورتشين غادي تبقى معانا حتى تبرى. خدا أركان مول الجنب وقال ليها شنو هادشي درتي؟ قالت ليه راه على سيمانتين غادي تكون مرتك. وقالت ليه باللي 15 يوم وخاص دجلة تمشي وهو يتزوج بورتشين. قال ليها باللي الطلاق من دجلة ما عندوش علاقة بالزواج من بورتشين. أما بورتشين فبدات كتلصق في أركان قدام دجلة بكل بجاحة. وفي هذا الوقت دخل طاهر لبيت مو وخدا شعره من المشطة باش يدير تحليل ديال الدينة. دخلت عليه ولكن خبا الشعره وقال ليه باللي جاي ياخد لبسه الأسعد. قال ليها باللي عمرها ما حباتو ولا حد في هاد الدار كيبغيه. قالت ليه راه أنا أغلى حاجة عندك. جاوبها إلا كان هذا هو الحب فما محتاجوش ومشى. في هاد اللحظة عيط عليه رقم غريب، باللي جاوبات لقاتو فرمان اللي هددها باللي سمع وقال لها باللي إلا ما خرجت من الحبس غادي يقول الأسعد كل شيء. قطعات وهي مصدومة. وفي آخر يوم مشى أركان مع دجلة يتعشاو. قالت ليه باللي هذا هو العشاء الأخير ديالهم. بداو كياكلوا ويتفكروا الذكريات ديالهم باش غدا غادي يطلقوا ويبعدوا على بعضياتهم للأبد. تاني يوم الصباح ودعت دجلة القصر وهي كتفكر كاع الذكريات الخايبة ديال الضرب والإهانة. شافها قدير وبدا كيمزح معها باش يضحكها. من بعد قال ليها باللي إنجي هي السبب في كاع المصائب اللي واقعة. وهاد الهضرة سمعها أركان واللي تعصب بزاف من اللي عرف باللي مو وراه هادشي كامل، وتعصب حتى من دجلة وقدير حيت ما قالوهاش ليه، ومشاو هو مفقص. من بعد مشاو للمحكمة وحاولت دجلة تشرح لأركان باللي ما بغاتش تخسروا مع مو، ولكن أركان كان مقنوط. عيطوا على سميتهم ودخلوا عند القاضي. سولهم القاضي واش كاينه شي فرصة يرجعوا لبعضياتهم. قال المحامي باللي الزواج كان غير صوري باش يحميها من خوها. قال القاضي وهاني ممكن يكونوا تحابوا من بعد. وسول دجلة واش بغات تكمل، قالت ليه لا بغيت نطلق. شاف القاضي في أركان اللي تفكر كلام قدير وعرف باللي مو هي اللي خربات كل شيء، وسمع صوتها كتقول اخيرا هاد الحربائيه غادي تمشي. هادشي كله عصبو، ومره واحده ناض واقف وقال للقاضي انا ما غاديش نطلق دجلة. في هاد اللحظه دجلة تصدمات وعائلته حتى هما تزعزعوا وما فهموا والو. وهنا كيسالي هاد الجزء. الا بغيتوا تعرفوا شنو غادي يوقع تبعونا وفعلوا الجرس.